السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا عليا. جايلكم فيديو جديد ووصفة جديدة وان شاء الله تكون مفيدة، وهنعمل مع بعض حاجات حلوة قوي. هتكون غالية جدا جدا بره، يعني طبق الرز باللبن وعليه قطعة القشطوطة ديت ب70 جنيه. احنا هنعمله في البيت انضف واوفر وحاجة كده من ايديكي. بس نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. ودي حلويات برضو من ضمن الحلويات اللي ممكن تتقدم كتحلية كده في رمضان بعد الفطار. هنعمل كيكة الاسبونج بطريقة سهلة وبسيطة. ممكن تعملي منها كذا حاجة، تعملي منها جاتوه، تعملي منها تورتة، تعملي منها القشطوطة بتاعتنا ديت. تزينيها بالتزيين اللي يعجبك بكل سهولة وبساطة، بطريقة سهلة وبسيطة، وإن شاء الله هتعجبكم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله كده وندخل على الفيديو. لو أول مرة بقى تشوف القناة، ياريت تشتركي لي فيها وتحطي لي كده لايك للفيديو وتعليق حلو منك كده يشجعني ان انا اكمل. جبت العجان بتاعي او بالمضرب، بس مضرب يكون قوي كده وحلو. هنحط 3 بيضات وهنحط عليهم نص كوباية من السكر. ده انا بعمل بالكوبايات المعيارية اللي هي الطقم المعياري، بيظبط لي المقادير قوي، بالذات في الحلويات. هنظبط بقى مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ديت المقادير الصينيه المستطيله الصغيره. لو عايزه بقى مقادير الصينيه الاكبر طبعا بتضاعفي بقى كل حاجه، بتزودي بيضه، بتزودي نص كوبايه دقيق كده. وانا هكتب كل حاجه ان شاء الله في صندوق الوصف. انا معايا 3 بيضات وعليهم نص كوبايه من السكر، ضربتهم حلو قوي وحطيت كوبايه وربع من الدقيق. نخلتهم طبعا على الحاجات بتاعتي دي، على البيض والسكر. وحطيت معلقه كبيره من البيكنج باودر ومعلقتين كبار من النشا. كل ده بالمعالق المعياريه بتاعه الطقم المعياري. حلو قوي يا جماعه، هاتوه صدقوني هيبقى حلو جدا جدا جدا، وهينفعكم بالذات في مقادير الحلويات، البيضفور، البسكوت، الحاجات ان شاء الله اللي هنعملها مع بعض في ايه، في رمضان والعيد باذن الله. انا بقى يا حبايبي الاول كنت بعمل ايه في كيكه الاسبونج دي. كنت بحط المحسن والميه الساقعه في الاول. بحس ان السكر بيخرز وبيتقل بدري قوي، بيتقل بسرعه وبيمسك معاكي، والسكر ما بيكونش دايب كويس. او دي من الحاجات اللي كانت بتخلي كيك الاسبونج ده كان بيبوظ مني. انا بقى جربت ان انا احطه في الاخر بعد ما ضربت السكر والبيض والدقيق مع بعض. طبعا كيك الاسبونج ده ما بتحطلوش لا سمن لا زيت ولا سمنه ولا لبن، هي بتبقى مكوناته كده. بس الاساس فيه هو المحسن الجل. وانا بجيب الاكياس اللي هي البونو دي، بتفضل عندي في التلاجة حلوة جدا جدا جدا. بتنفعني قوي قوي. باخد منها معلقة وبلفها وبحطها في الكيس تاني. زي ما انتم شايفين كده الخليط مسك معايا وبقى زي الفل. وعايزه اقول لكم برده من ضمن الحاجات اللي بتبقى اللي بتنجح معانا الاسبونج ده، ان نص كوبايه الميه اللي احنا بنحطها تكون متلجه، تكون ساقعه جدا جدا جدا. ده من ضمن نجاح الكيك الاسبونج اللي هو الايه، بتاع التورت، اللي بتعملي منه تورته وتعملي منه جاتوه، تعملي منه كبات. انا برضو هيطلع منه ديسك كده من الصينيه دي، هعمل منه كب كده من الكوبات اللي ولادنا بيشوفوها في الكافيهات وفي العصارات وفي الحتت دي، وبيبقوا هيتجننوا عليها، وبتبقى برضو سعرها غالي قوي. هنعمل برضو كب كده، وهنعمل اللي هي الطبق اللي هم الاطباق اللي هي زي تورته الايه، العلبه، اللي هي برضو بتتباع في الاماكن دي وبتبقى برضو غاليه. ولادنا بيقفوا عليها كده وبتبقى غاليه قوي بره. هنعملها لهم في البيت بطريقه سهله وبسيطه. انا ظبطتها كده في الصينيه وسويت البتاع ده الوش بتاعها وخليته حلو قوي، ظبطته كده عشان كيك الاسبوتش ده زي ما هتدخليه زي ما هتطلعيه. زي ما انتوا شايفين كده طلع معايا زي الفل، حلو قوي ومنفوش وحلو قوي. بس انا بسخن الفرن حلو قوي، وبحطه في الوسط في الرف الوسطاني، وما بفتحش عليه الا بعد نص ساعه، نص ساعة كده. وتبدأي تفتحي عليه. حسيت انه استوى، جربي السكينة كده في النص. حسيت ان هو لسه لا بيتحرك كده في الصينية، سيبيه كمان 5 دقايق وبعدين ارجعي افتحي عليه. بعد كده بقى انا عملت نص فانيليا ونص شوكولاتة. حطيت النص كده في الجنب، وحطيت معلقتين كاكاو خام اسباني، اللي هو الكاكاو الخام اللي انت بتستعمليه، بس انا بستعمل الاسباني اللي هو السايب ده. وبعدين قمت رايحه بقى ايه، حطيت في الجنب كده، عشان كان جزء عندي بيحب الشوكولاته وزي ما انتم عارفين، والجزء التاني بيحب الفانيليا.
سقيت القشطوطه بتاعتي بقى، حطيتها تاني رجعتها في الصينيه، وحطيت بقى وسقيتها بايه، ده لبن وسكر، يعني لبن وسكر بس. وضربت بقى كريم شانتيه كده وحطيته في كيس كده عشان خاطر اعرف اوزعه. كريم شانتيه ضربته بتاع، كلنا طبعا عارفين بنضربه ازاي، ده كريم شانتيه خام. حطيت عليه معلقتين سكر ومعلقه باستري كريم، وحطيت عليهم نص كوبايه كده من من الميه المتلجه، وضربتهم حلو قوي في العجان. بس كده، هو ده الكريم شانتيه اللي بيتضرب بكل سهوله وبساطه، زي ما انتم شايفين كده، بطريقه سهله وبسيطه خالص. انا عملت كل ده كله بنص كوبايه من الكريم شانتيه الخام اللي هو الغير محلى، اللي هي نص كوبايه برضو اللي هي المعياريه. وده جيلو فراوله اللي هو بتاع المتحده، هعمل برضو النص الفانيليا هحط عليه فراوله، والنص الشوكولاته هحط عليه جيلو كراميل. ده الجيلوهات دي حلوه قوي، بتبقى موفره عن بقى ما تعمليها في البيت وتطلع منك بايظه او تطلع كده، ديت سهله وبسيطه. والكيس ده بيقعد معانا كتير قوي. طبعا لو احنا ستات بيوت مش يعني بنعمل كده في بيتنا كده ولولادنا حاجات بسيطة، مش اصحاب مشاريع ولا حاجة، احنا بحاول اعمل لبيتي ولولادي الحاجات اللي بتتباع بره. اي نعم، كل حاجة بتكلف، بس مش زي برضو تكلفة بره. انا عايزة اقول لكم طبق الرز بلبن وعلى حتة القشطوطة ده بيتباع عندنا هنا ب70 جنيه. إيه، انا عملت كل ده، شوفوا بقى احسبه، حطينا بيض وحطينا سكر وكله حاجات من قلب البيت. والدقيق على فكره دقيق سايب عادي، من اللي احنا بنجيبه من عند العطار، يعني ما جبتلوش دقيق مخصوص ولا جبت دقيق سبونج مخصوص ولا اي حاجه. انا اتعلمت وبتفرج على فيديوهات وبشوف الناس اللي عامله المشاريع بيعملوا بالدقيق البيتي العادي. قصدي يعني دقيق الكيكه السبونج دي بالدقيق العادي، وبيعملوه بالكيك الاسبونج، وبيعملوا بدقيق الاسبونج، وبيعملوه بالحاجات دي. انا بقى جربت بابسط امكانيات تكون عندي، يعني من غير تكلفه ولا كلام من ده. وكيس الجلوهات دي بتنفعني في تزيين حاجات كتير قوي، وبجيبها بتبقى عندي في البيت بتقعد عندي كتير يعني. بس كده زينت بقى القشطوطه بتاعتي زي ما انتم شايفين، ودخلتها كده في التلاجة تشد كده مع بعضها. وقلت اعمل بقى ايه اللي هي تورته العلبه دي. والحلوه قوي 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 بقى لو انت حابه تهديها لحد، يعني انت عايزه تودي مثلا حاجه حلوه كده لحد، دي العلب العاديه اللي بتتباع عند الناس اللي هم بتوع الورقيات، اللي هم بتوع المناديل والاكياس والحاجات دي، بتلاقي عندهم العلب دي اشكال والوان. ولو حابه تهدي حد بقى، بتجيب العلبه دي وبترص فيها وبتهدي بيها، بتبقى جميله جدا. وعايزه تدوقي بقى حد من من عمايل ايديكي او كده. الديسك ده زي ما انتم شايفين كده كان نصه فانيليا ونصه شوكولاته، فانا برضو ايه حطيته كده طبقه تحت وفي النص كريمه، وطبقه برضو فوق وحطيت على وشها كريمه، واحط برضو عليها جيلو فراوله زي ما انتم شايفين. والكب برضو ده عملته بنفس الطريقه، حطيت برضو من الكيك الفانيليا وكيك الشوكولاته طبقات طبقات كده، وحطيت على الفوق اللي هو الايه الجيلو الكراميل. بس كده اهو زي ما انتم شايفين. الرز بلبن بقى، انا كنت عامله رز بلبن قبلها بيوم، وكان بقى عندي الثلاث طبقان اللي انتوا هتشوفوهم معايا دلوقتي. بس اعذروني، انا اسفه جدا جدا جدا. انا وانا بطلع الكيكه من الصينيه وبحطها على الاطباق، انا كنت مفكره ان التليفون بيصور، والله ده حصل. فانا بعتذر منكم جدا ان اللقطه دي اتمسحت مني غصب عني. بس كده بدأت بقى اشكل زي ما انتم شايفين كده. دي الاطباق بتاع الطبق بتاعنا ده حلو قوي وجميل يعني كده، وخفيف وسهل جدا. تقدري تعمليه لو حابه تعملي مشروع، لو حابه تهدي بيه حد زي ما بقول لكم، هيبقى حلو قوي قوي بجد. انا كنت طلعت بقى الكيكه، ده الرز بلبن ده انا عملته معاكم قبل كده في فيديوهات تانية، لو حابين ترجعوا له وتشوفوه. رز بلبن عادي زي اللي بيتعمل، كلنا طبعا عارفينه. وهنعمله مع بعض بعد كده كتير ان شاء الله. حطيت عليه القشطوطه بتاعتنا، وشوفوا بقى الطبق ده بيتباع بره بكام. ويا ريت الوصفه تكون عجبتكم والفيديو يكون عجبكم، ويكون ضيفه خفيفه عليكم كده. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.